بيقولك بقى البشر مش بيحبوا الالتزام بعقود طويلة عشان حاجات كتير، إلا في الجيم. ممكن يشتركوا بالسنة وما يروحوش، تخيلوا. في علم الاقتصاد السلوكي بيقولوا إن النوعية دي من التصرفات بتديهم حافز نفسي اسمه الالتزام المسبق، وده بيساعد الشخص إنه يتخيل نفسه سنة بيروح الجيم 5 مرات في الأسبوع وعامل جسم حلو وكده. لكن غالبا مش بيحصل كده. حتى الشخص ده لو مسافر مكان برد مثلا هتلاقيه دايما بياخد معاه لبس تقيل، وهتلاقيه بياخد معاه لبس كتير قوي هو أصلا مش هيستخدمه. ودي طبيعة البشر لما بيفكروا في المستقبل. وهنا بيتجاهل الشخص ده انحياز سلوكي اسمه انحياز التركيز الآني، اللي بيفضل الشخص فيه المكافأة الفورية، وده عكس الجيم اللي هي المكافأة فيه بتيجي بعد وقت طويل فيه ملل وألم وحرمان نسبي. وده بيفعل انحياز سلوكي تاني اسمه انحياز تجنب الخسارة. علميا، لما تتخيل انك بقى عندك حاجة جديدة دماغك بتفرز هرمونات معينة. لو بقى عندك حاجة جديدة اشتريت حاجة تانية او بقيت في حال احسن، ده بيخليك مرتاح وبتتخيل وكل حاجة تمام. لكن دماغك بتفرز ضعف الهرمونات دي لما بتتخيل ان حاجة بتروح منك، وده هو انحياز تجنب الخسارة. عموما، مفيش حاجة اسمها غير حياتك في 4 أيام والكبسولة السحرية والكلام ده. التغيير شيء متعب وبياخد وقت ومكلف ماديا، فما تخليش حد يحبطك ويحسسك بالفشل انه يقنعك ان التغيير سهل. سلام.